بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نبدأ ببحث جديد تحت عنوان القبر النبوي، الدفن في بيت فاطمة وليس بيت عائشة. الدفن في بيت فاطمة وليس في بيت عائشة. إذن هذا عنوان البحث الجديد بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. العنوان هو القبر النبوي، الدفن في بيت فاطمة وليس بيت عائشة. الدفن في بيت فاطمة وليس بيت عائشة. طبعا المفروض عند شيعة التوحيد بالخصوص، وعند كل من سمع وكل من اطلع وكل إنسان منصف، بعد أن بينا بأن من ثوابت وضرورات الدين الشيعي أو السني تبين بأنها كاذبة، خرافة، لا مصداقية لها. والدفن والقبر من الأمور التي لا تصل إلى مستوى الإمامة وإلى مستوى البخاري وإلى مستوى الخلافة وإلى مستوى القرآن وتعريف القرآن، لا تصل إلى مستوى أكذوبة السنة بعد قمع العترة، لا تصل إلى مستوى المهدي والإمامة. والآن الكلام إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أقول بحسب الأدلة، بحسب التراث، بحسب الإطمئنان، بحسب اليقين، وبحسب الجزم والقطع، أقول بأن القبر النبوي في بيت فاطمة وليس في بيت عائشة. إذن العنوان هو القبر النبوي، الدفن في بيت فاطمة وليس بيت عائشة. القبر النبوي، الدفن في بيت فاطمة وليس بيت عائشة. ونكتفي بهذا المقدار ونكمل الكلام لاحقا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأسألكم الدعاء وأسألكم الدعاء وأسألكم الدعاء.